تخيل معايا كده انت دلوقتي قاعد على الكنبه وماسك الموبايل وبتتفرج على الفيديو ده، وفجاه بتفتكر كل تفاصيل حياتك، الشغل اللي عندك بكره وفواتير اللي وراك، ابنك اللي عايز دروس خصوصيه، او الحلم اللي انت كنت نفسك تحققه وما عرفتش. وتقعد كده تفكر بعمق شويه، فتكتشف ان كل القرارات اللي انت خدتها في حياتك هي اللي موصلك للنقطه دي. فبتكتشف ان الحياه مش ماشيه في خط واحد، لا ده كل قرار انت بتاخده ليه زمنه وليه العالم الخاص بتاعه. فكنت ممكن تطلع بطل كونغ فو مثلا، او موسيقار عظيم، او حتى عالم ذره، او رائد فضاء. فتخيل ان في فيلم قدر يجمع لك كل الافكار دي. فيلم Everything Everywhere All at Once مش فيلم عادي خالص، ده وجبه كامله من الابداع والاخراج والتصوير والاضاءه، رحله نفسيه وفلسفيه عميقه جدا. وزي ما احنا متعودين، احنا مش جايين نحكي قصه الفيلم، احنا جايين نحكي على اللي ورا الفيلم. فتعالوا بينا نحسبها ونشوف ليه فيلم Everything Everywhere All at Once فيلم من الافلام المميزه جدا في عالم السينما. الفيلم من اخراج دانيال شاينرت ودانيال خوان، واسم الفيلم لوحده درس في الفلسفه. فاسم الفيلم بيحمل معنى الضغط اللي بنعيشه كل يوم لما المسؤوليات تتكوم علينا، لما تحس انك بتجري ورا كل حاجه ومش لاقي نفسك في اي حاجه. فتخيل حياتك كانها ورقه مليانه نقط، وكل نقطه بتمثل احتمال. فالفيلم ده قرر ياخد كل النقط دي ويحطها قدامك كمشاهد مره واحده. والاسم كمان بيتعامل مع فكره الاكوان الموازيه، فكل قرار صغير خدته او ما خدتوش بيفتح باب لعالم كامل من الاحتمالات. وده بيخلينا نفكر يا ترى احنا مين وسط كل العوالم دي. وفي الثقافه الصينيه كمان فكره التعدديه موجوده في الفلسفه الطاويه والفلسفه البوذيه، فكل حاجه متصله ببعض وكل حاجه بتاثر على كل حاجه. والفيلم بيلعب على ده وبيقول لك ان حياتك مش خط واحد، دي شبكه ضخمه من الاحتمالات. والمخرجين ذا دانييلز اتعرفوا بجرأتهم في السينما، بس في الفيلم ده خرجوا عن اي اطار. فالسيناريو اتكتب في اول سنه 2010، وكان عباره عن فكره صغيره جدا عن الاكوان الموازيه. وبعد نجاح فيلمهم سوز ارمي مان قرروا يطوروا فكره الفيلم. واللي يفاجئك اكتر ان فيلم زي ده معمول بميزانيه يعتبر صغيره، يعني معمول بحوالي 25 مليون دولار، ودي ميزانيه صغيره بالنسبه لافلام هوليوود اللي بتعدي مئات ملايين الدولارات. وده لان معظم الفي اف اكس كان معمول بتيم صغير جدا، حوالي 7 او 8 افراد، وكانوا بيعملوا الاديتس دي ما بينهم على برامج زي زوم وفيرتشوال كولز، يعني مش قاعدين في استوديو بيمنتجوا حاجه زي كده. وبعض اللقطات اصلا ذا دانييلز كانوا بيشتغلوا عليها من على الكمبيوترات الخاصه بتاعتهم. ومن التفاصيل اللطيفه ان ميشيل يو وافقت على الفيلم ده لانها كانت نفسها تجسد شخصيه اسيويه بس عندها شويه قوه خارقه. وكمان الممثل كي هوي كوان اللي رجع بعد غياب حوالي 20 سنه عن التمثيل، وكان بيقول ان هو كان خايف جدا لا يكون نسي التمثيل، لكن هو رجع لنا بشخصيه وباداء حلوين جدا الصراحه. فالمشهد اللي كان لابس فيه بدله شيك وبيتكلم عن الحب بلغه هاديه كده كان من احلى مشاهد الفيلم. وده بالمناسبه كان مشهد ارتجالي جزئيا، وكي حط شويه تفاصيل من حياته في المشهد. يعني نيجي بقى لاسلوب الاخراج، والاخراج هنا بيقول لك اوعى تتوقع حاجه منطقيه من ذا دانييل. فهم قرروا يكسروا كل القواعد اللي اتعلمنا عنها في السينما. فمثلا مفيش تسلسل زمني ثابت، مفيش منطق مباشر، بس في احساس قوي ومترابط جدا. فكل لقطه مصممه ان هي تعيشك الدوامه اللي عايشه فيها البطله. واسلوب المونتاج السريع اللي بيقطع ما بين الاكوان بيخليك تحس ان عقلك هينفجر، وهو ده اللي هم عايزين يوصلوه لك بالظبط. وطبعا لو ركزت شويه هتلاقي ان كل عالم من العوالم دي ليه اسلوب اخراج مختلف عن العالم اللي قبليه. فمثلا في عالم الاكشن هنلاقي اسلوب هونج كونج سينما اللي بيتميز بالزوايا الديناميكيه الغريبه وبحركه الكاميرا السريعه وبالقطات السريعه. وفي عالم الدراما والرومانسيه هناخد بالنا ان التكنيك ابتدى يتغير، الايقاع ابتدى يبقى ابطا والكادرات الواسعه ابتدت تكتر. وفي العالم اللي هم بقوا فيه حجاره، انا عارف ان كلامي يبان غريب شويه بس لو اتفرجتوا على الفيلم هتفهموا قصدي. فالاخراج سايب لك هنا مساحه صمت وتامل كبيره، والكاميرا ثابته والحوار شبه معدوم، بس بتحس انك بتسمع كل حاجه جوه نفسك انت. بس كانت اكتر حاجه مميزه في الفيلم ده هو اسلوب التصوير. فمدير التصوير لاركن سيبل لعب دور مهم جدا في نجاح الفيلم. فهو استخدم انواع عدسات مختلفه لكل عالم. فلو ركزت هتلاقي ان العالم اللي كانوا عايشين فيه في الطبيعي، اللي هم كانوا عايشين فيه في مغسله، متصور بعدسات ضيقه بتحسسك بالخنقه اللي هم عايشين فيها. وعالم الاكشن متصور بعدسه واسعه بتخليك تعيش كل الاكشن معاهم. وكمان الكاميرا ساعات كانت بتحرك حركات غريبه جدا، بتحس ان هي جزء من العالم اللي فيه البطله كانها بتترنح معاها كده. وساعات كانوا بيستخدموا الكلوز اب شوتس بطريقه يعني اوفر قريبه قوي، تحس ان البطل هيطلع لك من الشاشه يقعد على حجرك. واوقات يسيبوا الكادر الواسع فاضي كأن البطله تايهه في مساحه كبيره ملهاش نهايه. والاضاءه في الفيلم ده بتلعب دور بطل خامس، فهنشوف في مشاهد الحياه العاديه اضاءه طبيعيه بتحسسك ان انت عايش يومك انت الطبيعي جدا. لكن اول ما ندخل في عالم الاكوان المتعدده الاضاءه بتتغير تماما، فبنشوف الوان نيون وشادوز قويه وفلاشات كتير. فكل ده بيحسسك ان انت دخلت عالم
عالم مختلف. واكتر مشهد كان باين فيه الابداع في الاضاءه بالنسبه لي هو مشهد البيجل. بتحس ان الاضاءه فيه بتسحبك لحفره سوداء، مع ان المشهد تكوينه بسيط جدا بس احساسه بيخنقك. ونيجي بقى للبعد النفسي للشخصيات، فاحنا لو شلنا من الفيلم ده كل الاكشن وكل الكوميديا هنلاقي فيلم بسيط جدا ما بين ام وبنتها. فايفلين بتمثل ناس كتير منا اللي تايهه في دوامه الحياه ومش عارفه توزن ما بين شغلها واحلامها وعيلتها. ولما بتكتشف الاكوان المتوازيه بتشوف كل الاصدارات المختلفه من نفسها، وبتبتدي تسال نفسها الاسئله اللي احنا بنسالها لنفسنا: هل انا ضيعت حياتي؟ هل انا كنت ممكن ابقى حاجه تانية؟ اما بنتها جوي فهي بتمثل الجيل الجديد في زماننا حاليا. فهي بنت شايفه ان العالم كله ملوش معنى، فبتجرب كل حاجه ومش لاقي حاجه تستحق انها تعيش عشانها. فالبيجل اللي هي بتعمله ده بيمثل الفراغ اللي جواها والدوامه اللي هي عايشه فيها. فلما ايفلين بتفهم ده وبتقرر تحب بنتها بكل نسخها وكل اخطائها، فهنا بيتحقق اكبر درس نفسي في الفيلم، وهم ان القبول والحب هم اللي بيدوا معنى للحياه. فايفلين في بدايه الفيلم كانت ست عاديه جدا، لكن في النص الثاني من الفيلم بنشوفها بتتحول تدريجيا، وبنشوفها وهي بتتعلم ان هي مش محتاجه تكون مثاليه في كل حاجه، ويكفي ان هي تكون موجوده بحبها وحنانها. وبنشوف ان هي بتتخلى عن العصبيه وبتبتدي تبقى متقبله لحياتها. حتى علاقتها بجوزها بتتغير، فبتكتشف ان برغم طيبته الزايده اللي كانت بتعصبها هو كان اكتر واحد واقف جنبها. وجوي كمان بتتطور من حاله انعدام الامل التام لحاله بتشوف فيها مامتها هي المناره اللي ممكن تنور لها الضلمه اللي في حياتها. ونهايه الفيلم بتقفل كل الخطوط الزمنيه المفتوحه دي بطريقه شاعريه شويه، لما الام وبنتها بيبتدوا يحضنوا بعض، فبتفهم ان انت مش لازم تعيش كل احتمالات حياتك عشان تبقى سعيد، كفايه عليك ان انت تكون موجود في اللحظه اللي انت فيها. فالنهايه هنا بتحاول توصل لنا رساله ان الحب هو الحل. وفي نفس الوقت في نهايه الفيلم ما قالكش ان كل حاجه اتحلت، لا عادي جدا، الحياه لسه معقده والفواتير اللي عندك لسه موجوده والمشاكل اللي عندك لسه ما خلصتش، بس بقى عندك طريقه تبص بيها للحياه بشكل مختلف. وفي نهايه حلقتنا ففيلم Everything Everywhere All at Once هو درس في الاخراج والاضاءه والتصوير، بس كمان هو درس كبير جدا في النفس البشريه. فلو انت بتحب السينما اللي بتفكرك بنفسك كبني ادم وبتخليك تعيش تجربه جديده، فانت لازم تشوف الفيلم ده. ولو شفته مره فاحب انصحك انك تشوفه المره الثانيه والثالثه، لان كل مره هتلاقي مشاعر جديده وكادر جديد ومفهوم جديد. وفي النهايه الفيلم بيقول لنا ان احنا لازم نتقبل قدرنا ونحب حياتنا ونحب اللي حوالينا، لان احنا ممكن نكون مصدر السعاده اللي تغير لهم حياتهم. بس كده، وشوف الحلقات اللي فاتت، تستنوا الحلقات الجايه وتعالوا بينا نحسبها.